عارفين مين هو القديس اللي ساعد شخص بسيط حتى بعد انتقاله؟ اتولد إبراهيم الجوهري في القرن ال18 من أب وأم غلابة جدا. أبوه كان اسمه يوسف، شغال خياط في أليوب، وكان بيحب ربنا جدا، وكان حريص إنه يعلم إبراهيم القراية والكتابة. وكان إبراهيم شاطر جدا، وكان بينسخ الكتب بمنتهى البراعة، لأن أيامها كان نسخ الكتب يدوي، فكان بينسخ الكتب المسيحية ويبعتها للبابا، والبابا كان فرحان بيه جدا، وكان دايما يصلي له. وكبر إبراهيم واشتغل كاتب عند علي بيك الكبير، وفضل إبراهيم في الشغل فترة كبيرة جدا لغاية ما جه محمد بيك أبو الدهب، وترقى إبراهيم وبقى رئيس كتاب القطر المصري، يعني في درجة رئيس الوزراء. وكان إبراهيم متواضع جدا وأمين في شغله وبيحب كل اللي حواليه. وكان عنده ابن اسمه يوسف، بس مات قبل فرحه بيومين، وكان عنده بنت اسمها دميانة. وبعد انتقال ابنه فضل إبراهيم يساعد الأيتام والأرامل. لكن وقتها حصل انقلاب كبير في البلد، وجه واحد اسمه حسن باشا، وهرب إبراهيم ومجموعة كبيرة للصعيد. وساعتها أخد حسن باشا كل فلوس إبراهيم بيك ومراد بيك والمعلم إبراهيم الجوهري. وبعد مدة، وتحديداً سنة 1791، رجع إبراهيم تاني للقاهرة بعد ما الدنيا كانت هديت، وكان كل الناس فرحانة برجوعه. وبنى إبراهيم كنايس كتيرة جداً، وكان بيهتم بكل الناس البسيطة، لدرجة بعد ما انتقل المعلم إبراهيم جاله راجل بسيط جداً من اللي متعودين يرحوله عشان يساعدهم. ولما لقى إبراهيم انتقل زعل جدا وقعد يعيط لغاية ما تعب ونام. وظهر له إبراهيم الجوهري وقال له: روح بولاق، أنا ليا فلوس عند واحد هناك، روح وقول له المعلم إبراهيم الجوهري بيسلم عليك وبيقول لك اديني المبلغ اللي أنا شايله عندك. وبعدها اختفى. وظهر للراجل اللي ليه عنده فلوس في بولاق، وكلموا على الراجل البسيط، وفعلا اتقابل الاتنين، وأكرموا الراجل جدا واداله الفلوس. والمعلم إبراهيم الجوهري هو شفيع المديونين، بركة شفاعته تكون مع كل واحد مديون.